رئيس الجمهورية صرح أنه فما بعض التونسيين طالبوا إحدى العواصم بعدم تمويل المدينة الطبية بالقيروان. شنو تعليقك؟ معروفين هما ديجا، معناها هما سيئي الذكر، معناها والزبانية نتاعو، معناها هذوما كلهم ضد تونس يخدموا، ابار المرزوقي والشاهد والجماعة يخدموا معناها من خارج شو اسمه فرنسا غاديك. باهي انا ديما نقول تحية تونس وتحية للحراير والرجال نتاع تونس، ونجموا نخدموها نحن المدينة الطبية هذه مواردنا الخاصة، شوية خدمة، شوية انتاج، مع شوية فوسفات، مع شويه حب العمل وحب البلاد. والله المولوه المستشفى كامل بفلوسنا الخاص، ما حاجتنا حتى تمويل من بلاد اجنبيه. المهم يلزم عنا عقليه حب العمل، يلزم الناس تخدم تنتج، يلزم تنتج. كيفاش انت معناها تو نشوف برشا شباب تبكي، والله بلادنا فيها الفلوس فيها الخير الكل، تتعب شويه صحيح اما راك توصل، ما ثم حتى حاجه تجيب السهل، يلزمك تتعب. نحن صغار تعبنا وضحينا والحمد لله رب العالمين اندمجنا في السوسيتي معناها ونخدموا لاباس. هما تويك يحبوه قوي يساعدك، قال لهم توا ثم حتى تجيب السهل راهو، حتى الانبياء باش وصلوا الرساله معناها شفت الصعوبات على ما راح تعدوا بها معناها باش وصلوا الرساله، باش وصلوا مرتبه عاليه معناها. ما بالك احنا معناها بشر حقير، معناها انسان ضعيف، فهمت. وانا متاكد 1000% انه ان شاء الله في القريب العاجل باش يتحل المشروع كما تحل نتاع لاك زيرو هذاك اللي الناس تعاركوا عليه من 2014، يحبوا يمكنوا فيه المشروع كامل، يحبوا ياخذوا من الامارات ويحبوا ياخذوا من تونس، قعد مسك هاك تويك خذته شركه تونسيه وشركه خليجيه هاك يخدم، هذاك باش يخدم برشا عباد وباش يحل برشا افاق لبرشا عباد وباش برشا ناس تسقط منه، فهمتني. حاجه بركه لازمنا نخدموا روحنا وكا ومسكروا وذنينا. هذوما ما يكونوا كان غير وطنيين، ما يحبوش بلادهم، ما يحبوش الخير لبلادهم، يحبوا اولادهم، ما هو عندهم احفاد باش يجيوا من بعد، فهمتني. كيف باش يحبوهم يعيشوا احفادهم؟ هذوما بيوع، هذوما بايعين بلادهم، ناس فهمتني ما همش. ما نفسرهم كان نطالب رئيس الجمهورية باش يحكم عليهم، فهمتني، حكم قاسي طول طون مدى الحياة. هذوما ناس ما همش عباد، ما يكونوش عباد جملة. اللي ما يحبش بلاده ولو انت ما شفتش حاجة باهية، مثال ولو بلادنا باهية مهما تكون راي بلادنا باهية، راهو بلادنا احنا وبلاد اولادنا من بعد وبلاد احفادنا، فين باش يعيشوا؟ يجيبونا الاجنبي يعاود يحتلنا؟ معقولة هذه؟ نجموا نشوفوا المدينة الطبية في القيروان؟ علاش لا؟ علاش ما هو المسلمين سند لبعضهم يا اخي، باش تعاوننا. انا البلاد اللي باش تعاوننا السعودية كان السعودية خواتنا واحبابنا وفهمتني من اول الدنيا فهمتني. تونس تعاون فيهم بالتعاون في السعوديين بالكوادر نتاعنا الكلهم يمشيوا، الاغلبيه يمشيوا، فهمتني، طب وفرامل فهمتني ومعلمين واساتذه كلهم باش تكونت السعوديه. كونتها تونس، السعوديه كونتها تونس، مش فلوس الحج. ولاد السعوديه كونوهم التوانسه، الدماغات نتاع السعوديين كونوهم اسيادهم هما التوانسه. مع الازمه الاقتصاديه تتصور تونس قادره بمفردها تنجم تمول المشروع المدينه الطبيه؟ الازمه الاقتصاديه نحن عاملينها اخويا، نحن الشعب التونسي نحن عاملينها ازمه اقتصاديه في كل شيء. مثلا تو برشا منتوجات يقول لك مفقوده مثلا مش بغض النظر على السكر. به بالنسبه نحن عندنا الفوسفات، نحن تويك بريسك 60% خلصنا من الدول الخارجيه، معناها اللي هي معجزه كبيره معناها. الحمد لله يا رب الفوسفات ترجع يخدم، رجعنا برشا اسواق بفهم السوق الاندونيسي، معناها السوق البرازيلي، فهمتني، السوق الامريكيه، تركيا بيت تاخذ من الفوسفات، مع شويه زيتون، مع شويه حب العمل والناس تخدم وتنحى اكل الماقوي نتاع الشركات وكل الرخص اللي تعطيها معناها الناس معينه. صدقني نجم نمولوه كامل من فلوسنا الخاص، موردنا الخاص، فهمتني. وديما نقول تحيه تونس ويحيى والرجال وتحيه نساء تونس. المستقبل القريب نجم نشوف المدينه الطبيه في القيروان؟ في القريب العاجل ناكد لك انا، معناها في القريب العاجل، معناها دون با لونتون، فهمني. شويه بركه باش ثم حكايه ديجا هما لقاو معناها شكون باش يساهم معاهم معناها، فهمتني. واما الاغلبيه من موارد الدوله التونسيه، معناها من الاكثريه من البودجي نتاع تونس، فهمتني. وان شاء الله ربي يوفقنا. تتصور انت نجم يكونوا فما اطراف سياسيه هما اللي يعرقلوا المشروع هذا؟ متاكد، مش نجم نتصور، متاكد انه اللي كانوا كل يحكم كلهم مخونه. حتى كان صحيح نطلب رئيس الجمهوريه يحكم عليهم طول طون، يحكم عليهم مدى الحياه. هذوما ناس
التوانسه يحرضوا في جانب باش ما يولوش بلادهم. هذوما شنية تفكيرهم؟ ما يكون كان عميل، ما يكون كان انسان ماهوش عبد، انسان ماهوش وطني، انسان فهمتني. هذوما ناس قواده تقود على بلادك، تقود برا تفرح كحفر قبر ولد تفرح، تقود على بلادك، تحرض على بلادك فهمتني. يلزم هذوما ياخذ فيهم رئيس الجمهورية موقف صعيب برشا. نجم نشوفوا الانجازات هذه في المستقبل القريب؟ ان شاء الله. انا حسب مره البلاد قاعده تصلح بشوي سمعت هي مازال بتصلح مازال مي اوكا قاعد سعيد كل مره يعملوا مفاجاه منا كيما الجمعيه فات هبط من غير ما نعمل حتى واحد في بالك بهذه ولا انتم صحفيين في بالكم هبط شاف على عينيه فهمني. لقى برشا فوضى، لقى كذا، قال انا كي سيبت الناس باش تخدم مش راهو في الكياس وعلى الماده حتى من العباد باش تعدى فهمتني. ولا قال لك اخويا لم عليا مش هكا باش يعوضوا لهم في مصبة باش يعوضوا لهم. فما شكون يتحدث عن ازمه سياسيه في تونس؟ اذا الازمه السياسيه هذه فعلا موجوده ما تنجمش تاثر على الانجازات؟ تنجم اغزر تقول لي انت تونس مر بأزمة اقتصادية يكذب عليك. شو انا باش نرجع لك العهد بورقيبة، تونس قد ما سرقوها قد ما هزوا منها مش ملايين مليارات والحمد لله وتو فيها سقاها فهمتني. نبدوها من المزايل الاولاني خياز فلوس ما هي فلوس مليارات ومازالوا توا مازالوا يسرقوا وينهبوا فيها فهمتني. السكر وينه؟ الحليب وينه؟ فهمتني. معناتها رجعنا لك العهد اللي مثلا السكر واللي كذا وكذا وكذا. انا مشيت للعطار على اساس ياخذ زبكوت حليب فهمتني. البنت قال لي خويا ما نمد لك زبكوت حليب ولا بالرسمي الا ما تاخذي قضيه. معناتها كان ما تاخذيش قضيه ما نمدلكش. اختفت الدور. تجي هذه كي تمشي انت تحكي مع المعمل مع مولاي المعمل فهمني، يقول لك خويا انا الكميه اللي يخرج فيها كل يوم راهي هي مي. فما ناس يد خفيه قاعده تخبي في شطر معناتها السلعه وتعرف في شطر السلعه. لو تحكي لي على الاحتكار هو متعلق ايضا بالازمه الاقتصاديه. اي متعلق. لكن نرجع بيك لحديثنا على المشاريع. نجموش نشوفوا مشاريع فعلا متحققه في عهد الرئيس قيس سعيد؟ يا خويا بالنسبه لي انا نحكي الصراحه واسمعني ومسؤول على كلامي. قيس سعيد روك يحب يعمل اما راهو فما شكون المدينه الطبيه ما تعملتش من 2019. نكمل كلامي تنقول لك. راهو قيس سعيد كي قال باش نعمل راهو يعمل، اما فما شكون معطل له فهمني الامور. فما شكون واقفين له عادي يبدا يضحك ويلعب معاه وهو فهمني يحفر له من اللوطه. اما ان شاء الله ربي ينصر وكاو ان شاء الله. وكلمه الاخرانيه بالله بجاه ربي يا قيس سعيد بجاه ربي اغزر لك الزواوله وكاو. راهي فما ناس تطول حاليا تاكل من الزبل اذا اني ما بالكش. هاي معلومه نوصلها لك صدقني. فما ناس توا تاكل من الزبل. الناس معناتها من اسفل السافلين.